النهاردة هنجهز العشة اللي عملناها في البلكونة لاستقبال الفراخ. الأول نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف ايه هي تجهيزاتي. معايا هنا يا بنات الجير المطفي ده اللي بنستعمله طول الدورة للتعقيم والتطهير. طبعا وصلنا الكهرباء، الترمومتر شغال، هو على درجة حرارة من غير أي حاجة يا بنات 23، يعني بين 23 و24. المكان نضيف، كنت غسلاه كويس جدا يا بنات بالكلور والمية. اول حاجه فتحه التهويه اللي فوق دي كبيره جدا، ما ينفعش تفضل كده يا بنات، خصوصا ان العشه مش مقفله او مش محكمه، يعني في اماكن هيدخل منها تهويه. فكل الاماكن بتاع السلك دي انا هقفلها تماما اول اسبوع، وبعد كده هفتحها بالتدريج. الاول جبت كرتون كده كبير يا بنات ودخلت العشه من جوه، حسيت ان لا مش محكم الغلق او بيدخل هوا، فشلت الكرتون تاني وجبت شنطة كبيرة كده وقفلت على السلك بقى كويس جدا بحيث ان ما يدخلش هوا خالص. وهحط فوقها الكرتونة واي حاجة تقل كده، بحيث ان المكان ده اساسا طيار هوا يا بنات، يعني اي حاجة فيه هتطير من الهوا. فربنا يستر يا بنات، المكان ده اساسا طيار هوا، اكتر مكان فيه هوا في الشقة كلها. فهنحاول نقفل على قد ما نقدر بحيث نتحكم في درجات الحرارة والتهوية. الباب كمان السلك بتاعه زي ما انتم شايفين نص كده، هو بيبقى جميل جدا في الصيف، لكن كتحضين ما ينفعش خالص، خصوصا ان انت مش في اوضه، انت العشه منها للهوا على طول او للشارع. انا هنا بوريكم الفتحات اللي انا هعتمد عليها في التهويه، هي دي ما تدخلش حشرات يا بنات ولكن تعمل تيار هوا في المكان. فانا هقفل السلك كله وهعتمد على الفتحات دي. هنيجي عند الباب كمان يا بنات وهقفل السلك خالص، كنت حابة ان انا احط شكاير بس قلت لا، الشكاير ممكن تدخل تيار هوا، فهعتمد على المشمعات، يعني مشمع تقيل او شنط او اي حاجة، فهدبسها كده على الباب بدبابيس الضغط، بحيث ان انا فترة اول اسبوع بس هتبقى التقفيلة دي يا بنات، وبعد كده هنفتح بالتدريج ان شاء الله. هنزل كل حاجة معاكم، تابعونا كده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بفيديوهاتنا ونبدأ الدورة مع بعض. وهنزل معاكم كل حاجة بالتفصيل يا بنات، وايه العيوب وايه المساوئ وكل حاجة، بحيث ان اخواتي اللي حابين يعملوا حاجة للبيت، حاجة على القد، وعندك بلكونة صغيرة تقدري تستغلي المساحة بتاعتها بكل سهولة. وقلت لكم ان هي مش مكلفة يا بنات، احنا بس قفلنا من فوق وعملنا باب. وهنا بقى للتعقيم يا بنات، طبعا قلت لكم الجير المطفي معانا طول الدورة. المكان لما بتكوني اول مرة تربي فيه بيكون جميل جدا يا بنات، يعني سبحان الله، يعني مهما يتغسل واي حاجة، لا المكان اللي اول مرة بيكون فيه تربية كده بيكون جميل جدا. طبعا انا رشيت رشة جير للتعقيم، وبعد كده هفرش شكاير على الأرضية. الشكاير بتاعتك تكون شكاير نظيفة. طب انت مخصصة شكاير لتربية الطيور، بين كل دورة ودورة لازم تتغسل وغسيل كويس جدا وبالكلور، وتحط عليها بتادين، يعني تطهريها كويس جدا وتعرضيها للشمس. مينفعش تربي مكان دورة تانية من غير غسيل وتطهير. هبدأ أفرش النشارة، طبعا أنا هحضن على مساحة صغيرة، وبعد كده هوسع المكان بالتدريج. يعني حجم الشكارة واحدة ده ممكن تحضني فيه 20 فرخ لمدة 10 أيام، لمدة أسبوع، وبعد كده هنوسع بالتدريج. بس أهم حاجة يا بنات إن انت تكوني غاسلة المكان كويس جدا، لو انت مربية فيه قبل كده حطي اغسلي بكلور، حطي فينيك، وبعد ما المكان ينشف رشي جير. كل الحاجات اللي تستعمليها تغسليها كويس جدا وتعقميها. حتى الشكاير اللي هتفرشيها على الأرضية لازم تكون نظيفة، أو لو انت مستعملها قبل كده تكون غسلها كويس ومعقماها ومعرضاها للشمس. أنا هستعمل نشارة، طبعا تقدري تستعملي تبن نشارة قش اللي موجود عندك واللي متوفر عندك. حطي طبقة سميكة كده حوالي 2 سنتي على الأرضية. هنجهز المكان وهنشغل الكهرباء وهندفي المكان قبل ما نجيب الفراخ، أقل حاجة ساعتين، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا اللهم امين. الكهرباء يا بنات حاولوا تجيبوا الدواية اللي زي دي، ما تجيبيش البلاستيك، يعني انا مش عارفة هي نوعها ايه بس تقيلة شوية كده يا بنات، مش بلاستيك وما بتسحش بسرعة،
من اللمبة ال200. طبعا اللمبة ال200 انا جيت احطها لقيتها محروقة، فبس عشان اعمل الاختبار حطيت دي، وهجيب لمبة 200 لاستقبال الفراخ بأمر الله. زي ما شايفين كده يا بنات، ظبطت الإضاءة، ظبطت المكان كده، قفلت عليه بحيث ان المكان ده اللي هحضن فيه الفراخ. وبعد كده هوسع بأمر الله. ارتفاع اللمبة يكون مناسب، يعني هي كده حوالي نص متر ارتفاع او ازيد حاجة بسيطة، برضو على حسب درجة الحرارة اللي هتكون موجودة. انا هرفع اللمبة او هنزلها. انت عينك دايما بتكون ميزانك وايدك ميزانك. وكده المكان بتاعنا بقى جاهز لاستقبال الكتاكيت. قفلت كده على النشار يا بنات بأي حاجة، كراتين، أي حاجة، أهم حاجة تكون نظيفة. حتى لو هتستعملي عدايات اللي هي الأقفاص بتاعة الطماطم كمان تكوني غسلاها ومعقماها. أي حاجة تستعمليها والكتاكيت صغيرة تكون نظيفة ومتعقمة. الفراخ أول ما بتيجي كده مناعتها بتكون ضعيفة، وبتكون عرضة لاستقبال أي أمراض. ادعوا لنا بصلاح الحال وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ونمشي في الدورة كده مع بعض واحدة واحدة، واقول لكم المميزات والعيوب بتاع العشة بتاعتي. انا هنا بوريكم الفتحات اللي موجودة بين الخشب والحيطة يا بنات، فانا مش عارفة دي هتأثر على التدفئة بعدين، عشان انا طبعا قفلت السلك كله. ولكن كل حاجة هنكتشفها مع بعض واحدة واحدة. اتمنى تتشجعوا يا بنات كده، لو عندك اي مكان استغليه ورب طيور، سواء بط سواء فراخ بلدي فراخ بيضة، كل الحاجات دي بتكون خير في البيت. وربنا يجعل بيوتنا دايما عمرنا بالخير، اللهم امين. انا حاطه الترمومتر بعيد عن اللمبه خالص يا بنات، بحيث اعرف درجه حراره المكان المظبوطه. قبل ما اجيب الفراخ ان شاء الله هشغل اللمبه ال200 اقل حاجه ساعتين زي ما قلت لكم. طبعا بقى اي سقايات علافات اي حاجه عندك لازم تكون مغسوله كويس جدا وبالكلور، وتعقميها وتحاولي ان انت تسيبيها في مكان شمس. الشمس افضل حاجه للتعقيم والتطهير طبعا. واتمنى كلكم تتشجعوا ونبدا دوره فراخ بيضه كده نطلعها قبل العيد بامر الله. سواء عندك مكان تكوني مجهزاه، ما عندكيش مكان وعندك امكانية ان انت تعملي تقفيلة عشة زي دي كده في بلكونة، تعمليها فورا ما تتردديش. وان شاء الله هنزل معاكم الخطوات يوم بيوم. طبعا انا هقفل كده يا بنات كمان فوق المشمع، بحيث ان اقفل اي تيار هوا طول ما الكتاكيت لسه صغيرة. وما تنسوش اختكم سوزان بدعوة حلوة في التعليقات، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. واتمنى ترفعوا الفيديو بلايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو يا بنات. ولو عندكم اي سؤال سيبولي في التعليقات، وقولولي مين اللي هيبدأ معانا دورة فراخ جديدة نطلعها قبل العيد، عشان نمشي مع بعض يوم بيوم. انتظروني في الفيديوهات القادمة بأمر الله. مع السلامة.